Hallo meine Freunde. درس النهاردة عن النوميناتيف، يعني حالة الرفع في اللغة الألمانية. وحالة الرفع في اللغة الألمانية يعني احنا بنتكلم عن الفاعل. وطبعا قبل ما نبدأ لازم نعرف أدوات المعرفة، وأكيد كلنا عارفينها. der للمذكر، das المحايد، die مؤنث، ودي جمع. وبالنسبة لأدوات النكرة ein للمذكر، ein محايد، eine مؤنث، وفي الجمع مفيش أداة تنكير. ونيجي لأدوات النفي، للمذكر kein، محايد kein، مؤنث keine، وللجمع keine. النوميناتيف بيجي معاه أداة من أدوات التعريف أو التنكير أو النفي، فأمثلة ليها زي der Mann، die Frau، das Kind، ودي Kinder. مفيش هناك قاعدة ثابتة في اللغة الألمانية بتحدد أداة التعريف المناسبة لكل اسم، عشان كده اللي بيتعلم لازم يحفظ أداة التعريف مع كل الاسم غيبي. ولكن في بعض الكلمات ومش كلها ممكن تقدر تعرف أداة التعريف من خلال آخر المقطع بتاعها، زي الأسماء اللي جاية دي كلها بتنتهي بمقاطع. الأسماء دي مؤنثة وبتاخد أداة التعريف دي. حاول تحفظ نهايات المقاطع دي عشان تسهل عليك إنك تعرف إيه أداة التعريف اللي تستخدمها مع الكلمة. والكلمات الجاية دي كلمات مذكرة، وأي كلمة تشوفها قصادك فيها نهايات المقاطع دي بتاخد أداة التعريف der. فحاول برضو تحفظ نهايات المقاطع دي عشان تربطها على طول بأداة التعريف المناسبة ليها. ونفس الكلام بالنسبة للأسماء دي أسماء محايدة بتاخد أداة التعريف das. برضو احفظ نهايات الكلمات دي عشان تعرف تحط لها الأداة المناسبة ليها. دلوقتي شوية أمثلة على الكلام ده. das ist der Mann، هذا هو الرجل. لو نكرة نقول das ist ein Mann، هذا رجل. ولو نفي das ist kein Mann، هذا ليس رجلا. وبالنسبة للمؤنث das ist die Frau، هذه هي المرأة. ولو نكرة das ist eine Frau. ولو في النفي das ist keine Frau، هذه ليست امرأة. وفي بعض معلومة تانية الناس كلها ممكن بتسأل عنها، امتى نستعمل النوميناتيف؟ في اللغة الألمانية في 5 أفعال لما يكونوا موجودين في الجملة يبقى عندنا هنا حالة النوميناتيف. تعال ناخدهم مع بعض. أول الأفعال معانا sein، والمثال بتاعها das ist die Lehrerin، هذه هي المعلمة. لو لاحظتم ist جت بعدها حالة النوميناتيف دي Lehrerin. تاني فعل werden، يعني يصبح، والمثال بتاعنا sie will eine Lehrerin werden. ونلاحظ هنا النوميناتيف eine Lehrerin. تالت أفعالنا bleiben، يعني يبقى. bleibt mein Freund، يبقى صديقي. mein Freund النوميناتيف هنا. رابع أفعالنا heißen، يعني يدعي أو يسمى. sie heißt Carolina، يعني اسمها كارولينا. والنوميناتيف هنا كارولينا. وخامس وآخر فيرب معانا scheinen، يبدو أنه. المثال بتاعنا scheint ein guter Chef zu sein، يبدو أنه رئيس جيد. حالة النوميناتيف زي ما انتم عارفين هي الفاعل. بنسأله في السؤال ازاي أو نعرفه ازاي في السؤال بنستخدم wer. ندي مثال على ذلك der Mann telefoniert، يعني الراجل على التليفون. يبقى السؤال wer telefoniert، دي Antworten هتكون der Mann. نيجي المثال تاني das Kino ist klein، يعني السينما صغيرة. في المثال السابق احنا كنا بنتكلم عن شخص، انما في المثال ده شيء اللي هو كينو السينما. يبقى نسأل بwas. was ist klein، يبقى الإجابة أو الأنتفورتن das Kino. وخلاصة الدرس ده كله إنك أنت لازم تحفظ أدوات المعرفة der das die
دي، وكمان لازم تعرف أدوات النكرة ein eine، وفي الجمع مفيش تنكير، وكمان أدوات النفي kein keine keine. ولما نسأل عن الأشخاص نستخدم wer، ولما نسأل عن الأشياء نستخدم was. كده احنا خلصنا درس النهاردة عن النوميناتيف. لازم تتمرنوا عليه كويس وتعملوا أمثلة من نفسكم عشان الدرس الجاي مهم وهناخد فيه الأكوزاتيف يعني المفعول به. عشان كده في الدرس الجاي لازم تكون فاهم كويس قوي حالة الرفع اللي هي النوميناتيف. ولو عجبكم درس النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو عشان غيركم يستفيد، واكتبوا لي كومنت وقولوا لي ايه رايكم في اللي احنا بنقدمه. واللي ما اشتركش معانا في القناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد احنا بنقدمه. تشوس.